سلام البنات، وش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا ملاح في صحة جيدة. مرحبا بكم من جديد في قناتي مع وصفاتي. جيتكم اليوم بهذا الفيديو الجميل جدا. كما راكم تشوفوا معايا الوصفة تاع اليوم جد رائعة. مكاش اللي ما يحبهاش الكوكا. جبتها لكم بطريقتي بحشو جد اقتصادي، يعني اي وحده تقدر ديرو. مع طريقة العجينة المورقة. أكيد في الفيديو الآخر القادم ندير لكم طريقة العجينة المورقة بالتفصيل. هذه العجينة أنا اللي خدمتها، خدمتها وحدي في الدار. دونك هذه هي الوصفه اللي اعتمدها ديما تاع العجينه المورقه وتخرج ديما هايله. اليوم راني عطيتكم نتيجه. في الفيديو القادم نعطيكم طريقه عمل العجينه المورقه بالتفصيل وتخرج معكم ناجحه 100%. دونك اليوم نعطيكم هذه الطريقه تاع الكوكا. وصفه ناجحه وبسيطه جدا واي وحده تقدر ديرها. وش عندي في الحشوه؟ عندي حبه بصل متوسطه. شوفوا انا كيف قطعتهم هكا، انا فضلت نقطعهم كيما هكا. خرج لي ما الشكل تاعهم شباب. حبه بصل متوسطه. حبه فلفل حتى ماهيش حاره، الفلفل تاعي ماهوش حار. لي زيبيس وش عندي شويه ملح، شويه كركم، شويه كزبر وشويه كمون. هذا ما كان. وكيما شفتوا معايا في بدايه الفيديو، هذاك المربع الصغير اللي كان مع الخضره تاعي راهو ثوم. انا الثوم تاعي هكا نديرها، نرحيها ونديرها كاريات صغار ونحتفظ بها في المجمد. دونك هذه هي الخضره تاعي، نقليها في شويه زيت، نقليها على نار متوسطه. بعد ما تقلى لي الفلفل والثوم هذيك والبصل، نزيد عليهم حبة طوماطيش حتى هي متوسطة. مباشرة بعد ما نحط الحبة الطوماطيش هذيك نحط نصف ملعقة طماطم مصبرة ونصف كاس ماء، ونخليو الحشو تاعي يتقلى ويطيب على مهله. دونك هذه هي الحشوة تاعنا كيما قلت لكم جد بسيطة وتخرج بزاف بنينة. السر في الكوكا هو العجينة تاعها كي تكون ناجحة. الحشو يعني ديري واش تحبي، ديري كيما تحبي، سواء ديري دجاج ولا لحم ولا فيونداشي، ولا حتى وما ديريش تخرج لك الكوكا تاعك بزاف هايله. انا هذه هي طريقتي في الكوكا، كي نبغي نديرها هكا بسيطه، ما يكونش عندي لحم ولا دجاج ولا فيونداشي، نديرها كيما هكا وتخرج لي بزاف بزاف بنينه، بزاف هايله. ولادي يشتيوها يموتوا عليها. دونك هذه هي الطريقه تاعي المعتمده ديما. كما قلت لكم اليوم نعطيكم لكم طريقتي في الكوكا كيفاش نخدمها وطريقه التزيين تاعها. الفيديو القادم باذن الله نعطيكم. اليوم عطيتكم النتيجه تاع العجينه المورقه كيف خرجت لي بزاف هايله. الفيديو القادم باذن الله نحط لكم طريقتي في عمل العجينه المورقه بالتفصيل وتخرج معكم ناجحه 100%. يعني مستحيل ما تتبعيش طريقتي هذه وما تخرجلكش العجينه المورقه ناجحه، تخرج بزاف هايله. راكم شفتوا النتيجه بعينيكم. دونك هذه هي الوصفه تاعي المعتمده، وطريقه بزاف سهله ما فيها لا تعقيدات ولا اي شيء. دونك هنايا عندي نصف عجينه المورقه اللي خدمت، العجينه المورقه اللي خدمتها قسمتها حتى هي على زوج. يعني النصف نديرو لتحت، الطبقه التحتانيه، ومن بعد ندير الحشو، ومن بعد نزيد النصف الفوق. دونك كيما راكم تشوفوا، راكم شفتوا السمك تاع العجينه كيف خدمتها، ماهيش رقيقه بزاف وماهيش ثاني خشينه بزاف. دونك نسويها على في المول تاعي. كيما قلت لكم المول تاعي على حساب العدد الافراد الاسره تاعك. يعني هذا قادر يدير لك هذاك البلاط تاع الفور ولا تاع الكوزينير المتوسط. تمشيها برك مليح، تخرج لك كميه لاباس بها. دونك انا فضلت نديرها في المول هذا، تخرج لي بزاف باهيه. كيما تعرفوا، كيما نقولوا العين تاكل قبل الكرش. دونك انا حبيت ندير هكا يجي الشكل تاعها بزاف شباب. هنايا الزوائد هذو ممكن نقطعهم بالموس. كيما راكم تشوفوا معايا مشيتها مليح على المول، والزوائد قطعتهم بالموس. يعني الزوائد هذو اللي بقاو لي من العجين المورقه راني ما رميتهمش، ما ترميهمش. انا خدمت بهم دي ميني بيتزا. تخدمي بهم مملحات، دي شوسون، دي مهم تقدري ديري بهم واش تحبي. دي سوفلي، انا درت بهم دي ميني بيتزا وخرجوا لي بزاف هايلين. كيما راكم تشوفوا معايا راني نثقب بالفرشيطه باش ما تنفخليش هذيك العجينه. هنا بعد ما درت الطبقه الاولى نفرغ عليها الحشو، هذيك الشكشوكه اللي درتها، ونزيد عليها شويه فرماج يعني اختياري. كيما قلت لكم الحشو كل وحده كيفاه تحب. عندك دجاج حبيتي تقليه وتزيديه حتى هو مع الشكشوكه، حبيتي ديري لا فيونداشي، حبيتي اللحم، كل وحده واش تحب. الحشو اختياري. يعني نعطيتكم هذه الطريقه اقتصاديه، جبت لكم هذه الطريقه اقتصاديه وبزاف بزاف بنينه. على بالك تعتمدوها، يعني كي تجربوها تعودوا تعتمدوها. من الحشو جا بزاف بزاف بنين. دونك كيما قلت لكم السر راهو في العجينه المورقه، اما الحشو اختياري كيما تحبي ديري. يعني الفرماج من الافضل ديما يكون يعطي قوم مليح العجينه المورقه الكوكا تاعك. دونك هنايا راني قصيت شويه الفرماج، ما كثرتش بزاف، عندي بني ما يحبش الفرماج بزاف.
دونك زدت شويه فرماج فقط، ومن بعد نعاود نغطيها بالنصف الاخر تاع العجينه. كما قلت لكم هذوك الزوائد اللي بقاو لي تاع العجينه المورقه ما ترميهمش، ديريهم دي سوفلي، ديرهم دي ميني بيتزا، يخرجوا لك بزاف هايلين. انا درت دي ميني بيتزا ويعني نسيت ما صورتهاش، ولكن خرجوا بزاف هايلين، بزاف خفاف، خرجت بزاف هايله. كما قلت لكم اليوم راني عطيتكم النتيجه تاع العجينه المورقه. في الفيديو القادم باذن الله نعطيكم العجينه المورقه بالتفصيل، بزاف بزاف سهله. الوصفة تاعي تعودوا تعتمدوها ديما وتنجح لكم ناجحة 100%. قبل ما نكملوا لا فيديو نقول لكم حباباتي لأول مرة تشوفوا قناتي اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يلحقوكم كامل الوصفات تاعي، وتقدروا تشوفوا من الوصفات اللي قدام تاعي راهم بزاف وصفات ساهلين بزاف اقتصاديين، اي وحده تقدر ديرهم. وما تنساوش جيم لا فيديو، يعني انا نتعب ونصور لكم، ومع المونتاج مع الخدمه تاع الدار خي تعرفوا. فقط جيم فقط، يعني اللي تفرجت الفيديو ما تنسيش ما جيم فقط لا فيديو باش يلحق الناس كامل، باش اكبر عدد من الناس يشوفوه. ونقول لكم اللي ما اشتركتش في القناه مرحبا بك في قناتي، اشتركي وفعلي الجرس باش يلحق كامل جديد. واللي مشتركه في قناتي نقول لك حبيبتي ما تنسيش جيم لا فيديو باش يلحق الناس كامل، هكا باش نواصل في تقديم الوصفات تاعي، وكل مره نجيب لكم وصفات سهلين، وصفات اي وحده تقدر ديرهم وبريزونطابل باهيين، يعني تقدر ديرهم في دارك ولا لضيافك. هكا ديما ديما نحاول نجيب لكم حوايج ملاح تستفيدوا منهم، تستفيد منهم اي وحده فيكم. دونك كيما قلت لكم هنايا بعد ما حطيت الحشو تاعي، نزيد الطبقه الثانيه ونكمل نعاود نحي هذوك الجوانب كامل، هذوك الزوائد كامل نحيهم بالموس، ونغلق مليح لاباط تاعي. ومن بعد كيما دوك تشوفوا في لا فيديو، دوك تشوفوا معايا في لا فيديو، الكوكا تاعي هنايا ما نقسمهاش للحد، ما نقسمهاش بالموس، نطراسيها فقط. هنا انا لا فيديو تقطع لي، كنت باغي نصور معكم بالتفصيل كيفاش درت. انا قسمتها يعني ما قسمتهاش طول، طراسيتها فقط بالموس، ومن بعد حطيتها طيب. بعد ما جازوا عليها واحد 10 دقائق هكاك حكمت روحها مليح، ثم نعاود نخرجها ونعاود نقسمها. في هذيك المرحلة أنا يعني كنت حسبت كنت راني فيلمي، ولكن للأسف ما كنتش نصور. دونك كيما راكم تشوفوا هنايا راني طراسيتها برك في الموس، ما قسمتهاش مليح. نحطها تطيب حوالي 10 دقائق، بعد ما تحكم شوية روحها نعاود نخرجها، ومن بعد نقسمها مليح، يعني تقسميها بالشكل اللي بغيتي نتيا. سواء في المول هذا الدائري ولا في المول الكاري هذاك الطويل. هنايا التزيين كيما قلت لكم يبقى اختياري، انا حبيت نزينها كيما هكا، جات بزاف باهيه، بزاف تشهي اكيد. باهيه، المنظر باهي كيما شفتوا معايا، والعجينه خرجت بزاف مورقه بزاف بنينه. هنا ندهنها بصفار بيضاء ونحطها طيب. دونك هذه هي وصفتي لليوم، وصفه تاعي تاع اليوم. على بالي راح تعجبكم بزاف، الشكل تاعها باهي، واكيد حتى النتيجه خرجت بزاف هايله بزاف بنينه. نتمنى تجربوها حباباتي، وتبعوا معايا الفيديو الاخير باش تشوفوا النتيجه كيف خرجت الكوكا تاعي. وما تنساوش ما تنساوش لايك لا فيديو باش يلحق الناس كامل، باش الناس كامل تشوفوه، اكبر عدد من الناس يشوفوه، باش تكبر قناتي هكا، باش ما نفشلش ونجيب لكم ديما وصفات جديدة. دونك هنا نقول لكم الى اللقاء حباباتي في فيديو اخر. اكيد الفيديو القادم ديروا جنب الفيديو باش يلحقكم الفيديو القادم اللي راح ندير فيه العجينه المورقه بالتفصيل بطريقه جد سهله جد بسيطه. نتمنى كامل يعجبكم الفيديو تاع اليوم ويعجبكم الفيديو القادم. نقول لكم الى اللقاء في فيديوهات اخرى في وصفات اخرى، راني حضرت لكم بزاف وصفات هايلين بزاف وصفات ساهلين. الى اللقاء حباباتي في وصفات اخرى.